بس اوثق معاكم المنظر. شايفين الجمال والحلاوه والصوص اللي هيتقل دلوقتي رهيبه. الريحه جايبه اخر الشارع. يا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده اعمل معاكم، بما انه وصلنا لحد اخر اليوم واحنا طبعا كستات شاطرين حلوين تامين ستات جدعه ما عملناش اكل لحد اخر اليوم، يبقى تعالى بقى اقول لكم ايه الوصفه السريعه. وفي حقيقه الامر لو جربتوا الوصفه دي هتعجبكم جدا، والبيك بوس عندي بيموت فيها وبقاله كتير قوي قوي ما اكلهاش، فانا هعمل الموضوع 2 في 1 وهعمل له الاكله دي. او منها هكون ضحكت عليهم ومنها اقول له انت بقالك كتير ما اكلتهاش. طيب اول حاجه عندي لحمه مفرومه. خلاص عندي لحمه مفرومه عاديه ما فيهاش اي حاجه، مش هعمل عليها اي حاجه غير ان انا هحط فلفل اسود، ملح، وطبعا الحمد لله اللي عارفني عارف ان انا دايما اكلي عادم ودي حاجه انا بفتخر بيها جدا. 7 بهارات. خلص حوارنا على كده. ثانيه واحده. بصلايه انا فرماها ومش لازم تصفيها والشغل ده، لان احنا الصراحه محتاجين لكل جوس في الموضوع. اهم مكسدهم وارجع لكم. تمت المهمه بنجاح. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي ان انا هاخد شويه من الكفته دي وهعملهم كور على حسب بقى الكور اللي انتوا عايزينها، بس هي كده كده بتكش. ادي شكلها. وعندي هنا دقيق هروح انزله وهعملهم كده نفس ذاك المنظر وهخلصهم. خلصت الكفته وادي شكلها. عندي بصل مقطع جوانح، نجيب طباخ اللهلوب بتاعنا كده هنا، وعندي حته سمنه بسيطه اهي كده كده الكفته هتنزل يعني. اوكي نعلي بقى كده النار عشان احنا كنا موطين بنعمل حاجه تسخن وارجع لكم. وانا اسف لذلك الحادثه، لازم هدومي تبوظ بس اتس اوكي يعني. وادي عندنا اهي الكفته، شايفين غلفناها بالدقيق. هنزل هنا كده بيها ومش هقلب خالص غير لما احس انها اتشمعت من الناحيه الاولانيه، لولا ما هقلب. لو قلبت خدي بقى العجه اللي في الطاسه، استنوا عليها يعني، تمهلوا تمهلوا. خلاص اهو شكلها. ممكن في الحاله دي بس بعد ما تجمد شويه هتكش نحرك الطاسه تسخن شويه وارجع لكم. ابتدت تطلع جامده جدا. كل اللي انا بعمله بصوا شويه شويه كده، خدوها بالهداوه تتغلغل ونرجع. نسيت اقول لك ما تنسيش اللايك والشير. سامعه الصوت؟ بصوا شكلها. مكملين طبعا لسه. كل اللي انت بتعمليه بتحطي الاسباتولا تحت وتطلعي تعملي لهم كده بس كده. طبعا الدقيق احنا حاطينه عشان يعمل لنا صوص بني كده، وهقول لكم المغزى منه بعدين. طبعا هنا بصوا شايفين اتحمرت ازاي. كل اللي انا هعمله هجيب طبق وهطلع الكفته دي على جنب. طبعا لسه ما استوتش من جوه يعني، هي اتشمعت بس لسه محتاجه تسويه. هطلع دول اوكي اهو. لان شكلها عامل كده، ده الدقيق وده احنا عايزينه اصلا. طبعا ريحتها جباره بامانه، ريحتها تحفه. ادي اهي شكلها. عندي هنا بصل، ولو حابين الصوص قوي زودوا بصل زي ما انتم عايزين. هنزل بيه في نفس الطاسه بتاعه الكفته، وهو اصلا من لون الكفته اللي هو سايبه هياخد نفس اللون. بصوا انا لسه ما قلبتش وهتلاقوا فيه لون. خلاص يتحمر وارجع لكم. طبعا اخد اللون ده، مش عارفه ليه في الكاميرا باين افتح، ولكن هو اللون اللي هو المكرمل ده. تمام لحد كده ونعمل ستوب. نمسك الكفته بتاعتنا اللي احنا اوريدي فصلناها وننزل بيها على البصل.
متنسوش قطعة صوص واحدة في الطبق. هنقلب نقلب وبعدين دلوقتي هتحسوا ان الكفته متغلفه كده بطبقه ومش الطف حاجه. لا هعمل اكل. عندي بقى شويه ميه بس كده، هقلبها وهديها شويه ملح وفلفل، وبعد كده هغطيها ونرجع لها بقى بعد ما تاخد الحمام بتاعها، حمام الميه السخنه يعني. نرجع لكم فيها كمان تقليبه. بصوا القمر، عايز الصوص البني ده، عايز ده كله حصل من الدقيق والبصل. عايز شويه رز، يا سلام يا سلام. كده هنا شويه رز. نيجي بقى لاختراعنا النهارده والكينج بتاع الليله اللي احنا عملناها دي. بصوا بقى، ركزوا لي بقى على الجمال، ركزوا لي على القمر. Is that kofta because it looks like meatballs? ما ينفعش الفيديو يعدي يعني مرار اللي ما اعرفش بيقولوا ايه. طيب بصوا الجمال والحلاوه. استنوا بقى، بصوا الجمال والحلاوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا بيت صندوره على افكارك السريعه. نيجي بقى ناخد واحده هنا كده ونروح نقسمها 2. استنوا بس، الطبق سخن او من تحت. بصوا الجمال، يا سلام يا سلام يا سلام على الحلاوه. ولا لما تاخدي بقى شويه من دول وتحطيهم هنا كده فوق، اختراع. متنسوش بقى اللايك والشير لو عجبتكم بجد الوصفه، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بحبكم جدا وباي باي.